وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بإذن الله دائما سحب عابرة على كل المناطق الشمالية، حتى الأمطار بحول الله ستكون حاضرة ولكن على فترات ومتفرقة بأغلب المناطق الشمالية، حتى بالصورة بشمال الصحراء وكذلك الواحات ستشهد سحب عابرة مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية خلال الصباح نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات، ثم تحسن بعد الظهيرة بإذن الله. أما مناطق الصحراء الوسطى أقصى الجنوب وحتى بالهوغار وتاسيلي هنا ستبقى زخات من الأمطار الرعدية خلال النهار تكون على فترات، بينما أجواء مشمسة إلى مغشى جزئيا بمنطقة تندوف وكذلك بالجنوب الشرقي. للإشارة الرياح ستكون قوية نسبيا على أغلب المناطق الجنوبية، ستعمل على نشاط الكثير من الزوابع الرملية. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 3 درجات فقط بالجلفة إلى 8 بباتنا وسطيف، مرورا ب5 درجات نحو البيض، تقارب 13 بكل سواحل، 10 درجات بتيزي وزول، نفس المقياس جنوبا بغردايا، 6 درجات ببشار، 12 بأضرار وتندوف، 14 بإنسلح، تقارب 18 بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، وما بين 20 إلى 24 درجة نحو أقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد بحول الله ما بين 18 إلى 19 منتظرة بكل السواحل، في حدود 18 كذلك بتيزي وزو والبويرة، 17 بسطيف بباتنا، ما بين 12 إلى 15 بين البيض تيارت والجلفة. أما جنوبا 21 درجة ببشار، 23 درجة بغردايا وورقلة، 22 درجة بإنسلح، 26 درجة بأضرار تقريبا نفس المقياس بتندوف، ترتفع إلى 30 درجة بمرتفعات الهوغار وتصل إلى 38 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. أما عن حالة البحر ليوم الغد سيكون مضطرب إلى قليل الاضطراب وهذا على كل السواحل. الرياح تأتينا من ضعيفة إلى معتدلة لكن أحيانا ستكون قوية نسبيا نحو أقصى السواحل الشرقية، وتأتينا من شرقية إلى جنوبية شرقية بسواحل الشرقية، جنوبية تماما إلى جنوبية غربية نحو السواحل الوسطى، وشرقية تماما نحو السواحل الغربية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و10 دقائق، والغروب على الساعة 6 مساء و48 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، تقبل الله صيامكم وإلى اللقاء.